تحمل الحلقة 13 من برنامج قسم ونصيب العروسة والحماة العديد من التطورات التي قد تقلب موازين المنافسة داخل الفيلا، خاصة بعد دخول المشتركة التونسية الجديدة لينام التي أحدثت منذ وصولها حالة من التوتر بين المشاركين. فبعد أن كانت العلاقات قد بدأت تستقر تدريجيا، جاء دخولها ليعيد خلق الأوراق ويفتح الباب أمام تحالفات جديدة وخلافات غير متوقعة، لتصبح المنافسة أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. ومن أبرز الأحداث التي تشهدها هذه الحلقة اختيار داني اللبناني أو اختيار لينام داني اللبناني التعرف عليه في خطوة كانت تبدو بالنسبة إليه بداية لعلاقة جديدة داخل البرنامج، إلا أن هذا القرار لم يمر بهدوء، إذ ظهرت اعتراضات حالت دون سير الأمور كما كان يتوقع، لتجد العلاقة نفسها أمام تحديات منذ لحظاتها الأولى، وهو ما وضع داني في موقف صعب وجعله مضطرا إلى التعامل مع ضغوط متزايدة داخل الفيلا. وفي الوقت نفسه لم تقتصر التعقيدات على علاقة داني وريبيكا فقط، بل امتدت أيضا إلى الأجواء العامة داخل الفيلا، حيث أصبحت المنافسة بين المشتركات أكثر حدة، فكل واحدة تحاول الحفاظ على فرصها في الاستمرار، بينما تسعى أخريات إلى بناء علاقات جديدة قد تمنحهن الأفضلية في المراحل القادمة من البرنامج. أما ليام التونسية فقد وجدت نفسها هذه الأيام الأولى محط اهتمام عدد من المشاركين رغم العراقيل التي واجهتها، فإنها استطاعت أن تفرض حضورها داخل الفيلا، فقد بدت واثقة في تعاملها مع الجميع ولم تتردد في خوض النقاشات والتقرب مما رأت أنهم يستحقون التعرف إليهم، وهو ما جعلها تتحول بسرعة إلى واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للانتباه. ومن أبرز التطورات بدأ أن لينام استطاعت التقرب من مصطفى المصري، الأمر الذي غير مسار العلاقة التي كانت تتشكل بينه وبين ابتسام المغربية. وبعدما كانت ابتسام من أوائل المشتركات اللواتي بدأنا مرحلة التعارف مع مصطفى، جاءت التطورات الجديدة لتضعها في موقف صعب، خاصة مع تغيير اهتمامها واتجاهها نحو التعرف على لينام بصورة أكبر. هذا التحول لم يكن سهلا على ابتسام، إذ وجدت نفسها مضطرة لمراقبة العلاقة الجديدة وهي تتطور أمامها، بعدما كانت تعتقد أن الأمور تسير في صالحها، وأصبح عليها أن تواجه واقعا مختلفا، حيث لم تعد تحتل المكان نفسها في أولويات مصطفى، وهو ما جعلها تمر بلحظات صعبة داخل البرنامج. وفي المقابل لم يكن الطريق لينام مفروشا بالورود، فرغم نجاحها في لفت الانتباه فإنها واجهت بحسب مجريات الحلقة مضايقات متكررة داخل الفيلا، وشعرت بأن بعض المشتركات لا يرحبن بوجودها، خاصة بعد أن أصبحت منافسة قوية لهن في وقت قصير. كما توحي الأحداث بأن لينوم لم تواجه فقط تحفظ بعض الفتيات،
بل إنها شعرت أيضا بوجود مواقف متشددة من عدد من الحموات اللواتي بدأن يراقبن تصرفاتها عن قرب، وهذا الأمر جعلها أمام تحد مضاعف، فهي مطالبة في الوقت نفسه بإثبات نفسها أمام الشباب وكسب ثقة الأمهات والتعامل مع الأجواء المشحونة داخل الفيلا. ورغم كل هذه العراقيل تبدو لينام مصممة على مواصلة التجربة وعدم الاستسلام للضغوط، فهي تحاول الحفاظ على هدوئها والتركيز على بناء علاقات قائمة على التعارف الحقيقي في الوقت الذي تدرك فيه أي خطوة تخطوها أصبحت محطة متابعة من الجميع، سواء من المشتركات أو من الحموات. ومع اقتراب المنافسة من مراحل أكثر حساسية، تبدو الحلقة 13 مرشحة لإحداث تغييرات كبيرة في مسار البرنامج. فهل ستنجح لينام في تجاوز الضغوط والحفاظ على علاقتها المتنامية مع مصطفى المصري؟ وهل ستتمكن ابتسام المغربية من استعادة مكانتها بعد هذه التطورات، أم أنه دخول لينام سيكون بداية لتغيير شامل في خريطة العلاقات داخل قسم نصيب العروس والحماة؟ كل هذه الأسئلة ستجد إجابتها مع استمرار أحداث الحلقات المقبلة. فمع استمرار أحداث الحلقة 13 يبدو أن دخول لينام لن يقتصر على تأثيره على علاقتها بمصطفى المصري فقط، بل سيمتد ليشمل أجواء الفيلا بأكملها. فوجود مشتركة جديدة استطاع في وقت قصير لفت الأنظار سيجعل الجميع المشتركين يعيدون حساباتهم، لأن التغيير في العلاقات قد ينعكس مباشرة على فرص الاستمرار داخل البرنامج. ومن المتوقع أن تشهد هذه الأيام التالية حالة من الترقب بين المشتركات، حيث ستسعى كل واحدة منهم إلى الحفاظ على العلاقة التي بنتها منذ بداية البرنامج. وفي المقابل قد تكون أخريات تحاول استغلال هذه التغييرات لإعادة مسار المنافسة، خاصة بعدما أثبتت لينام أن دخول أي مشتركة جديدة قادر على قلب جميع الموازين في فترة قصيرة. أما مصطفى المصري فسيجد نفسه أمام اختبار جديد، إذ سيكون مطالبا بتحديد أولوياته واختيار الطريق الذي يرغب في مواصلته. فالتقرب مع لينام قد يمنحه فرصة لاكتشاف شخصية جديدة، لكنه في الوقت نفسه قد يثير المزيد من التوتر مع ابتسام المغربية التي كانت تعتقد أن علاقتها تسير في الاتجاه الصحيح. ومن جانبها قد تحاول ابتسام استعادة مكانتها من خلال التقرب أكثر من مصطفى وإظهار رغبتها في استمرار التعارف بينهما، وقد تدفعها هذه المنافسة إلى بذل مجهود أكبر لإقناعها بأنها ما تزال الخيار الأنسب بالنسبة إليها، خصوصا بعد أن أصبحت تشعر بأن وجود لينام يشكل تهديدا حقيقيا لعلاقتهما. كما أن ديانا العراقية لن تقف مكتوفة الأيادي، خاصة أن سبق أن أبدت اهتماما بمصطفى، ومع دخول لينام خط المنافسة
قد تصبح الأجواء أكثر تعقيدا، وقد تتغير التحالفات والمواقف بين المشاركين، مما يجعل كل خطوة محسوبة بدقة داخل الفيلا.